صباح الخير أو مساء الخير على حسب التوقيت اللي بتتفرج فيه على الحلقة دي. أنا مصطفى الشاعر، ودي أول حلقة من حلقات حواديت شاعر. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن الأمثال، وإزاي كل مثل ابتدى وأصل حكايته منين. فقبل ما نبتدي الحلقة ما تنساش تعمل لايك، شير، واشترك في القناة وشغل جرس التنبيهات. ولو ما عملتش كده فاعرف ان اللي اختشوا ماتوا. قصة اللي اختشوا ماتوا جت منين؟ بمنتهى البساطة زمان كانت الستات بتروح الحمامات البلدي، وهي حمامات عمومية في الشارع، بيكون في حمام في كل منطقة زي حمام التلات مثلا. في مرة من المرات حصلت حريقة في الحمام ده، فالستات طلعت تجري، ما همهمش ان هم عريانين، ولكن في ستات اتكسفت واختشوا ان هم يطلعوا، وعشان كده اللي اختشوا ماتوا. وقبل ما ندخل على المثل اللي جاي بفكرك تاني تعمل لايك. اما بقى لو انت كنت عامل لايك يبقى انت راجل 100 فل و14. احنا كمصريين فراعنة متأصلة جوانا 100 فل و14. بس يا ترى جم منين ال 100 فل و14؟ زمان ايام الحضارة الفرعونية كان كل كائن بيترسم في شكل مربعات. أي هيكل هيتم رسمه بيتم تحديد مربعات ليه الأول، وبعد كده يترسم عليها. فكان طول الإنسان العادي لو هنرسمه على الطريقة الفرعونية بيتم رسمه ب 19 مربع طول و6 مربعات عرض. 6 في 19 114، يبقى 100 فل و14 عليك. قبل ما ابتدي البرنامج ده كان كل اللي حواليا بيقول لي مستحيل انه ينجح. عند ام ترتر. ام ترتر بقى يا سيدي دي اسمها الحقيقي نفوسة، واحدة من ستات اسكندرية القدام اللي كانوا معروفين بفرش الملاية وطولة لسانها، وما كانش في حد بيعرف ياخد منها ولا حق ولا باطل. ام ترتر بقى كانت مربية فوق سطوح بيتها مزرعة بط وفراخ، وما كانش عندها ولا ديك. فالديوك بتاعت جيرانها كانت بتنط من على سطوح بيوتهم لحد سطوح ام ترتر، واي ديك بيروح هناك بيكون يومه اسود، عشان ام ترتر بتذبحه وتحطه لجوزها على الغداء. فاي حد كان يسأل هو انا الديك بتاعي راح فين، يقول له عند ام ترتر، يعوض عليك ربنا. بس مهما الدنيا بتتغير بترجع ريما لعادتها القديمة. ريما بقى دي يا سيدي تبقى مرات حاتم الطائي اللي كان معروف بكرمه الشديد قوي، اما هي كانت بخيلة قوي. حاتم جوزها عشان يقدر يغير الطبع السيء اللي جواها ضحك عليها وقال لها انت عارفة ان اللي بتحط سمن كتير في اكلها ربنا بيزيد في عمرها. هي سمعت كلامه من هنا وبقت تحط سمن كتير قوي في اكلها، واتعرفت بقد ايه هي كريمة واكلها حلو. بس يشاء القدر ان ابنها يتوفى، ومن حزنها الشديد عليه بدأت تهمل في وضع السمن في الاكل. ليه؟ عشان تموت بسرعة وتحصل ابنها، عشان هي مش عايزة ان ربنا يطول في عمرها. وبكده تبقى رجعت ريما لبخلها القديم، ورجعت ريما لعادتها القديم. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة الأولى من حواديت شاعر. متنساش تعمل لايك، شير، سبسكرايب، وشغل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل الجديد، وهتعرف إني عيد لك صوابع ال10 شمعة. سلام.